السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. أتمنى لكم كل خير. هذا وحدة سيدة متزوجة ورزقها الله بولد. ملي حملات كملت الشهر التاسع مشات لعند والديها باش تولد. دارت مع زوجها باش تولد عند والديها وتكمل 40 يوم وترجع لبيتها. فعلا جاه الوجع ديال الولادة، هزها راجلها داها المستشفى القريب العائلة ديالها القريب منهم، وقف معاها حتى ولدات بخير وعلى خير. زاد عندها وليد، فرحوا به العائلة ديالها والعائلة ديال رجلها. تردوا عليها في المستشفى، كل واحد كيمشي، كلهم طلوا عليها في المستشفى، كلهم باركوا ليها، كلهم فرحوا معاها، ماشي مشكل. مشات للبيت ديال عائلتها باش تكمل 40 يوم باش يخدموها خواتاتها والأم ديالها. الراجل مسكين جا للدار مرة كيمشي لعندها، ماشي ما كيمشيش، يمشي لعندها ولا خصها يجيبها ليها وداكشي باش تكمل ديك 40 يوم اللي دايره معاه وترجع للبيت. قالت هو جا للدار ديالو، كاع اللي خاصها في الدار وجدها باش يستقبل ولده ومراته نفيسة. وجد كل شيء، قاد كل شيء، كاع اللي خاصته انتبه لها حسابة خاصة وجدها. المهم فرحان باش غادي يستقبل مراته وولده، في ولده البكر عنده ولي، عنده مازال ولي كاين عنده. السيدة كملت 40 يوم، عيط عليها في التليفون، قال لها فلانة، قالت لي نعم، قال لها وجدي راسك، جمعي شنطك وكوني موجودة باش نخرج من الخدمة ديالي، من العمل ديالي، وندوز عندك باش نجيو للبيت ديالنا. راه البيت وجدت فيه كل شيء، كاع اللي خاصة وعرفت خاصة راني وجدتها باش نجيو ونفرحوا بولدنا تحنا وتجمعوا عندنا العائلة والجيران ونديروا العقيقة في بيتنا. قالت لي لا لا، عير عفو عليا داك، عير سمح ليا، سامحني انا هاد الوقت ما غاديش نجي. قال لي علاش؟ ياك داير معاك 40 يوم باش تصحي وتشدي عظامك وداكشي كما كنقولوا وتجي لبيتك. قالت لي لا، انا بغيت نزيد واحد الاسبوعين. هي راه خواتاتها اللي زنوا عليها ومع امها وقالوا لها تخنتي عليه، ما تدلعي عليه وما ماشي تكوني يقول لك يلا تقولي لي بسم الله، عزي راسك شويه. قال لها بنت الناس تقي الله، ورانا انا موجد كل شيء وما يمكنش انايا 40 يوم انا كنعاني وحدي، وفي الاخر درت معاك باش تجي ملي تكمري 40 يوم تقول لي بغيت نزيد اسبوعين. قالت لي هذا هو الكلام اللي نقول لك، هو هذا اسبوعين ضروري نزيدها هنايا حتى نصح مزيان وحتى تشوفني امي اش خاصني مع خواتاتي ويبروا بيا وداكشي. صافي السيد بقى فيه الحال، اش دار؟ قلل الهضره معاه في الهاتف، ما بقاش يهضر معاه كيف ما كان، قلل الهضره وسكت على ما فيه قليل فين كي يسول عليها هي والوليد. فعلا كملت ديك الاسبوعين اللي قالت ليه، عيطت عليه، قالت لي ملي صافتو قلل معاها الهضره بدات كتدخل معاها قال لي هذاك المزراره البلغم، بدات بحال حست بشي حاجه قلت من جهتها. داك الاهتمام اللي كان يسول عليها في الصباح في العشيه وفي كل وقت هي والوليد قل منه. عيطت عليه، فلان قال لها نعم، قالت لي انا راه موجوده، لا بغيت تجي ليا. قال له واخا ماشي مشكل، غادي نجي لك. فعلا سلم الخدمه ديالو، داز عندها البيت، صافا موجوده موجده الشنطه وكتسنى فيه.
ركبه في السياره جايبها في الطريق. قال لها فلانه؟ قالت لي نعم. قال لها انا راه عندي لك واحد المفاجاه. قالت لي شنو هي؟ شنو هي المفاجاه؟ قال لها المفاجاه ماشي ساره، انا راني تزوجت والمراه راه في الدار، وراه خبرتك قبل ما توصلي للدار وتفاجئي. قالت لي يا ولد الناس انت عار اسبوعين ومشيتي تزوجتي عليا. قال لها انا درت معاك 40 يوم تقعدي في بيت والديك تترتاحي وتبراي وتجي، انا ما درتش معاك تزيد اسبوعين اخرين. ملي عيطت عليك ما يمكنش ليا، انا صبرت وعانيت، كنطيب بيدي وناكل بيدي وما كاينش لي كل ما درتها بيدي ما كايناش. نجي من العمل ونلقى الدار خاويه حتى شي حاجه ما موفره. 40 يوم علاش قدرت؟ راني صبرتها، من غيرها ما قدرتش نصبر. السيده تغدات تفقسات بقى فيها الحال. كيفاش انا اللي قعدت ولامت راسها، انا اللي تسببت في هذا المشكل. كان عليا الوقت اللي درت مع الزوج ديالي نجي فيه، خصني نجي فيه. المهم جات بلغت للدار. انا الدار ديالهم فيها طبق الفوق وطبق لتحت، فيها السفلي والعلوي. واش دار؟ هو راه دار لها مقلب، مشى جاب حولي كبير باش غادي يدير العقيقه، ولبسوا شي حاجه باش يقرقب الكعب ديال الصباط. سد عليه الفوق في الدار الفوقانيه في واحد البيت باش ما يوسخش الشقه، باش ما يوسخش الدار وصافي. هي ملي جات سمعت الدرديك، هي دخلت للدار التحتانيه تما فين كيقعدوا، تما فين كاين بيتها، هو في البيت التحتاني في الدار التحتانيه. سمعت الدرديك تيقنت السيده، قالت صافي الراجل نيت راه مجوج دايرها بصح. بقات كتلوم في راسها، عيطت لامها، عيطت لخواتاتها، قالت لهم واش تسببتوا لي في المشكل؟ انا كنت درت مع زوجي وكون بقيت على الكلمه ما يوقعش لي هذا الشيء. تسببتوا لي في ضراجات عليا، عير بينها وبينهم. ما قدرت تقولي حتى شي حاجه، حنت عارفه لا فوت ديالها هي اللي ما وفاش كلمتها. دازت واحد يومين، نهار 3 ايام، قال لها فلانه؟ قالت لي نعم. قال لها غادي تطلعي عند العروسه اللي جات. قالت لي عفاك عفيني، انا ما قدرش باش نطلع عندها نشوفها. قال لها هذا امرتك به، ضروري طلعي عندها وترحبي بها تشوفيها وتسلمي عليها، وراه هادشي عادي، هادشي ما منه هروب. لما شفتها اليوم غادي تشوفها غدا، المهم خصك تطلعي عندها. قالت هي من حده كتسبع في داك التقارقيب، والسيده كتزيد فقسه على فقسه وتغدد وترد لخاطرها. ملي طلب منها باش تطلع عندها، قالت لي لا ما غاديش تطلع. قال لها هذا امرتك به، الا كنتي زوجه وباقا تستمري معايا طلعي تشوفي السيده وتسلمي عليها وتشوفيها. ما بغيتي شاي قولي اش عندك، الا بغيت تقولي تاين شكلها مخر قولي. شافت تعيات، عقب شدها من يدها بزز باش دفعها، طلعت في الدروج غادي وتكب في ركابها كما كنقولوا حنايا، غادي وتكب في ركابها حتى طلعت. الباب مسدود، سمعت داك التقارفيش تاني ديال الخروف ديال العقيقه اللي غادي يذبحوا الاسبوع ديال ولدهم. سخفات طاحت، قال صافي السيده هي هذيك. سخفات اغمي عليها. السيد حل الباب، رفدها، حطها فوق الفرشه ديالها، فوق الناموسيه ديالها، رش عليها الماء، فاقت. قالت انا فين كاينه؟ قال انت طلعتي عند العروسه باش تشوفيها. قالت لي انا غمو عليا راه ما بقيتش صبرت. وقال لها قاعدي بعدا شوفي العروسه كي دايره. قاعد السيده كتصيب الخروف كيشوف شافت الخروف مقابل معاها. قالت لي ودي هذا راه خروف.
قال لها هذا عير مقلب درتو ليك، هاد الخروف جدتو على حساب العقيقه ديال ولدي باش نفرح بيه ونعرض على الاصدقاء ديالي وعلى الجيران وعلى عائلتي وعائلتك تا هما مرحبا بهم، ما كاين حتى شي مشكل. هذا مقلب درته، ولكن مره اخرى الا عاودتي درتي نفس الحركه راه غادي نديرها بصح. الا عاودت درتي معايا الكلمه ودرتي الكلمه ما وفيتيهاش راه غادي نتزوج بصح. هذه هي الاخره ليك. دابا انا اللي عليا راني درتو، ما كاين لا مرا ولا والو، هذه غير مقلب درتو ليك. وهذا المقلب لعله عسى يكون تجربه تنفعك في افكارك اللي كتفكري بها. انا راه درتها لك على حقاش انا باغي ولدي وباغيك وما يمكنش نستغنى عليك، ولكن مره اخرى الا عاودتها راه غادي نتزوج ليك بصح. وعقب داك الخوف وداك الفقسه قلبوها نشاط وقلبوها فرحه بولدهم، وداروا العقيقه وعرضوا على العائله من عائلته هو ومن عائله داك المراه والاصدقاء ديالهم وجيرانهم، وداز كل شيء بخير وعلى خير. وهذه راه هذاك عبره الانسان، المراه ما عمرها تعصى الراجل ديالها الا كان مقاد معاه مزيان معاه خصها تطيعو، والكلمه هي الكلمه. وما يمكنش الانسان يدوز واحد العشره كثيره في الاخر كيبدا المراه تقول وانا ندلع عليه ولا نجربو ولا راه ما كاينش هذاك الشيء. الانسان راه المراه العيالات بعض العيالات كيجنيو على روسهم، كيجيبوا لها لك الرسم. راه كاين بعض الرجال كيكونوا مظلومين الصراحه، راه ماشي غير العيالات اللي مظلومات، بعض العيالات مظلومات وبعض الرجال مظلومين، ولكن خص تلاقات المراه مع الراجل كيتلاقاو على طاعه الله ورسوله، خاصهم يأديو الواجب، والكلمه تكون ما طيح لا من المراه ولا من الراجل، يكون الاحترام متبادل. وقصتنا هي هذه هي اليوم، النهايه ديالها هي هذه. اتمنى تعجبكم وطرق استحسانكم، ونتلقاو إن شاء الله في قصة أخرى بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.